مرحبا متابعيني، اليوم راح اسوي لكم اطيب دولمة عراقية على طريقتي. الطعم والريحة تجنن، والمكونات متوفرة بكل بيت. وطبعا هاي المكونات اللي راح نحتاجها بالدولمة. طبعا احنا اول شي عندنا تمن منقعين مسبقا، خلينا فوقها بصل ثارمين ناعم، وبعدين نخلي فوقها طماطة مسرومين كلش ناعم، ونخلي اهم معدنوس. وهسه حنخلي لحم مسروم، واذا تحبون حتى تعطي طعم اطيب ضيفولها شرحاية لحم غنم ترموها بايديناتكم ناعم. البهارات اللي هي بهارات دولمة، فلفل اسود وكاري وكركم وشوية ملح. هذي طبعا مكونات البهارات كلها ملعقة صغيرة، بس بهارات الدولمة وحدة ملعقة كبيرة. واذا تحبون ضيفوا شوية ليهم راح يعطي طعم يجنن. وهنا خلي دبس رمان، اذا حبيتوا كثروا من عنده كلش هواي لان يعطي طعم يجنن. وراح اضيف ملعقتين اكل كبيرة معجون طماطة، ونخلط بعدين نخلط لحد ما يتجانسن المواد كلها سوا. وهسه بعد ما جهزت يمنا الحشوة راح نضيف اول شي نجيب جدر، ونخلي اول شي ضلوع ولحم اذا حبيتوا، راح يعطيها طعم للدولمة كلش يخبل. وبعدها راح نضيف الباقي اللي فوقها. وهسه راح نضيف الاعواد مالت السلك فوقاهن. وهسه راح نبدي نحشي. اول شي البصل، طبعا البصل تفتحوه بالبداية وتخلوه عليه مي مغلية حتى شوية يذبل، وبعدين تستخدموه تحشوهن البصل، وبعدين تحشون السلك فوقه. وبعدين اذا حبيتوا تضيفون طماطة شجر بوتيتة ضيفوها من حشون فوقهن.
وهسه بعد ما خليناها على النار نخليها على النار لحد ما تستوي تقريبا نص ساعة أو 3/4 الساعة، ونضيف عليها مي. إذا تحبون تسووا صوص اللي هو معجون ودبس رمان شوية مي وضيفوا فوقها وخلوا وياه عصرة ليمون إذا تحبون الحموضة. وهسه بعد ما جست الدولمة راح نقلبها. وطبعا طلعت بهالشكل لاذعة ومقسفة من فوق وطلعت تخبل الطعم يجنن. وتاكلوها مليون عافية.